في قلب صعيد مصر فقرر ينسيها الزمن وحصر بين الجبال والوديان. كان في سر عمر قرون، وكل اللي قرب منه كان مصير النسيان أو الجنون. القصة بدأت من 25 سنة، لكن لسه أثرها باقي لحد النهاردة. بطلتها ست مش عادية، اسمها سمية داية. أيوة، لكن كانت معروفة إنها داية وبس. لأ، كانت داية وشيخة وحافظة الأسرار تقيلة، ومنها أسرار الزار. وفي ليلة وصلت ست غريبة عن البلد اسمها زينب. كان وشها أصفر، عينيها ملهوفة، وبنتها في حضنها نايمة، بس نايمة بتعب. زينب قالت: بنت بتتكلم بصوت راجل يا خالة، بتمسك رقاب اخواتها بالليل، وبتضحك ضحك شيطان. رحنا لكل الشيوخ، قال له دي حالة نفسية، بس أنا عارفة دي مش حالة، دي لعنة. سمية ما كانش قدامها حل، فقررت تعمل الزار. بس قالت جملة خلت كل اللي حواليها يسكتوا: اللي جواها مش لوحده، واللي هيخرج مش راجع تاني. بدأ الزيار، ريحة البخور كانت المكان. الطبل كان بيخبط كأنه قلب الشيطان نفسه. الستات بيرقصوا لدرجة الغيبوبة. سمية بدأت تردد كلمات ملهاش ترجمة، لكن كانت مفهومة للعالم التاني. وفجأة